مساء الخير، اخباركم ايه؟ كل عام وانتم بخير، ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه جميعا يا رب. طبعا كلنا عارفين فوائد التمر قد ايه، وهو مرتبط دايما عندنا بشهر رمضان. على الرغم من طبعا المفروض ان احنا نستخدمه طول ايام السنه. هو طبعا مفيد في ان هو بينظم السكر في الدم، بيقلل الشهيه، بيعالج فقر الدم عشان بيحتوي على نسبه عاليه من الحديد. وطبعا لما بنضيف له مكسرات، اي نوع من المكسرات يعني، انا ضفت هنا معاه جمل عشان المكسرات بترفع من القيمة الغذائية للتمر اكتر، وفي نفس الوقت لو اديناها للولاد فهي بتزود من معدلات الذكاء عندهم. فياريت كلنا نحرص ان احنا نحبب ولادنا في التمر، ونجيب لهم تمر من الطري عشان ما يبقاش ناشف عليهم ويضايقهم في الاكل. يعني التمر اللي انا استعملته هنا ده الرطب السكري، بيبقى طري وطعمه حلو قوي والسكر بتاعه معقول. بمجرد ان احنا بنضيف له المكسرات بتعادل كمان طعم السكر اللي فيه، وممكن نبدأ بيه فطارنا في رمضان. أسوة برسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. ناكل حباية تمر واحدة أو 3، طبعا احنا عارفين ان احنا بناكل التمر عدد فردي، وبعد كده نبدأ فطارنا. ولو المكسرات مش متوفرة فالتمر لوحده طعمه جميل، وياريت كلنا نبدأ فطارنا ب3 تمرات ونحيي سنة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. الوصفة التانية اللي هقدمها لكم هي وصفة سحرية للناس اللي بتعاني من التهابات المفاصل اللي هي الروماتويد. هستخدم فيها التين المجفف وزيت الزيتون. التين المجفف بيحتوي على نسبة عالية قوي من الكالسيوم والفسفور، وبيكون مفيد جدا للعظم والأسنان. كمان من ضمن الفوائد بتاعته ان هو بيحسن من البشرة وبيكافح علامات الشيخوخة. بيخفض من فرصة الإصابة بهشاشة العظام، بيحسن من صحة القلب والشرايين وبيقوي مناعة الجسم. كمان بيحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وطبعا عشان موجود فيه نسبة عالية من الألياف فده هيدينا إحساس بالشبع وهيساعد في تقليل الوزن للناس اللي حابة تعمل دايت. لما نضيف زيت زيتون بقى للتين فاحنا كده بنرفع من القيمة الغذائية، زائد ان طبعا الميكس الاتنين دول مع بعض هيحلوا مشاكل كتيرة اكيد في جسمنا. مفيد جدا للامعاء، لصحة القلب، وفي حاجة مهمة جدا ان هو بيقلل الكوليسترول الضار في الجسم، وزي ما قلت لكم في الاول ان هو بيقلل من التهاب المفاصل والروماتويد. اهم حاجة بس نختار نوع زيت زيتون كويس، ويكون بكر، ويكون معصور على البارد عشان نستفيد بالفوائد الكتيرة اللي فيه، ونجيبه طبعا من مصدر موثوق فيه، لان طبعا السوق مليان انواع كتيرة مغشوشة. وعلشان نتأكد ان نوع زيت الزيتون اللي احنا هنشتريه ده كويس، لازم ناخد بالنا من حاجتين. اول حاجة نشوف الليبل اللي مكتوب على الازازة من بره، نشوف مكتوب نسبة الحموضة قد ايه. لو لقينا مكتوب 1% او اقل من 1%، فزيت الزيتون ده كويس ونشتريه واحنا مطمنين. الاختبار التاني اللي احنا هنعمله ده هيكون في البيت، وهو اختبار التجميد. ان احنا هناخد شوية من زيت الزيتون نحطهم في كوباية او في علبة ونحطه في الفريزر. اذا اتجمد وبقى شبه السمنة يبقى ده اصلي، اذا ما اتجمدش يبقى ده مخلوط عليه زيوت تانية. اتمنى اكون فدتكم النهاردة ولو بمعلومة بسيطة. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم.